بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما فرحانين وبالصحة والستر والسلامة كده، مطمنين ومرتاحين ومتهنيين. النهارده هنعمل ايه؟ فيديو النهارده مفيد جدا. طبعا انا عاملة معاكم فيديوهات قبل كده كتير للفراخ، تربية الفراخ وازاي ربيت الفراخ عندي في البيت، وكان مشروع حلو قوي. لو انت عايز تبداي كده مشروعك من البيت، مشروع الفراخ البيضاء، هو طبعا العلف غالي بس برضو الفراخ اغلى. يعني ايه؟ لو انت جيتي تحسبيها هتلاقيك انت الفراخ ليكي اوفر مهما كانت تربيتهم في البيت. تعالوا الاول نشوف الفراخ النهارده انا جايبه لهم ايه واستقبالهم كان ازاي. طبعا انا اول مره اجيب لهم علاج، هو التاجر اصر ان هو يديني العلاج ده، فاداني العلاج دوت. هو زي فيتامين كده وزي حاجه كده للاكسيديا او حاجه زي كده. وكمان ايه المهم، يعني هو اداني 3 انواع زي ما انتم شايفينهم كده. هم دول ال3 انواع اللي اداهم لي. شراب، نوع شراب كده، ونوع شراب برضو يعني شرب، ونوع كمان كده بودره او بودر. ده ايه بيتحط كده، النوع بيتحط بالنهار ونوع بالليل ونوع بعد 6 ايام. طيب الفيتامينات تقريبا هي بتتحط الاول. قال لي حط ده اللي انت شايفينه ده هنحطه بالنهار. يعني هم اول ما جم اصلا كانوا مثلا الساعه 5 كده، قال لي حط منه الاول. بس لا، ده مش اول حاجه ان انا حطيتها. انا حطيت لهم اول حاجه خالص. انا عندي ساقيه زي ديت كده، او سقايه زي دي، انا مليتها لهم. حطيتها، انا عندي عسل نحل، حطيت لهم معلقه كبيره عسل نحل. لو ما عندكيش حط لهم معلقه سكر. فانا حطيتها معلقه عسل نحل الاول عشان تقوتهم كده، هم لسه جايين. ان هم يبقوا ايه كده، يعني عندهم بتاع كده، تديهم طاقه شويه، لان هم كده لسه جايين ايه، يعني زي ما يكون كده فطسانين كده. فبعد كده قمت انا حطيت لهم البودر ده. قال لي البودر ده بالنهار والفيتامين بالليل، او العكس، يعني ابدأي بحاجه والحاجه التانية بتبقى بالليل. انا بقى حطيت لهم بعد ما حطيت لهم الميه بالعسل، خلصوها. ودي كانوا جايين، ده كان ايه يعني، هو حطيت لهم العسل بالليل اول ما جم كده، والصبح بقى حطيت لهم الايه، السايه اللي انتوا شفتوها دي. حطيت لهم كده ايه معلقه زي ما انتم شايفين صغيره على ايه، على سقوة المية. طبعا الفرخ زي ما انتم شايفين فرخ صح صح وحلو كده، ولازم تعملوا تدفئة حلوة. شوية تبن عندك، شوية نشارة، اي حاجة مش هتغلبي يعني، وتفرشلهم فرشة كويسة. اهم حاجة التدفئة بتاعتهم. التدفئة اللي هو اللمبة اللي انت تسقطوا لهم، لمبة اللي هي الحمراء، اللي هي ايه، مش اللمبة الليد ولا مثلا، لا لمبة حمراء يعني. فايده لمبه الحمراء علشان هي بتدفي لهم المكان. طيب حطيت لهم ايه، كنت حطيت لهم العلف اصلا. العلف زي ما انتم شايفين كده، علف اللي هو المحبب. انا بستخدم يا جماعه علف العناني، انا ما بستخدمش غير علف العناني، هو اللي بيجيب معايا الفراخ ما شاء الله كويسه جدا. يعني الفراخ بتاعي، يعني العلف بتاع العناني ماشي معايا 100%، بسم الله ما شاء الله. الفرخ على 40 يوم او 37 يوم بوصل 3 كيلو ونص، وزياده كمان عن ال3 كيلو ونص. ودي طبعا بقول لكم اللمبه هي تعمل لهم اي حواطيه كده، اي ان شاء الله حتى شويه جرادل، شويه كراتين عندك، شويه اقفاص قدام. انا بعمل باي حاجه وبتصرف باي حاجه، ومراحل ان شاء الله تشوفوا المراحل كلها ايه قدامكم. طب احنا خلصنا بقى السقوه كده خلصت. هنحط لهم النوع الثاني من اللي هو بيتحط. لا انا حطيت لهم بقى النوع اللي هو البودره، والنوع ده والتاني قال لي بعد 6 ايام. يعني النوع ده هيتحط الاول بتاع تقريبا الاكسديا او حاجه زي كده، والنوع التاني اتحط بعد 6 ايام. قال لي بعد 6 ايام حطهم اللي هو الفيتامين. هو الكلام ده انا مربيهم، يعني ده مش الفيديو حديث ولا حاجه. انا كنت عامله الفيديو وسايباه عندي، يعني ايه بصور والله، وبظروفها بقى اللي بيجي قدامي بيجي ميعاده كده بقوم حاطاه وخلاص. زي ما انتم شايفين الفراخ كده حلوه، ويكون وزنها حلو معاكي. اول ما تجيبها كده تكون الوزن بتاعها مثلا من 40 ل 45 جرام، 40 45 50. الفراخ دي كانت فيها 45 و50 جرام، بسم الله ما شاء الله. اول ما جم كانوا جايين في ليله الشتاء، كانت ليله الشتاء جامده يعني. عارفين الشتاء بقى، لا ده مش 15 يوم، ده يوم الشتاء الجامد. مش عارفه الفراخ دي ولا اللي كانت بعدها، لا دول اللي بعدهم ما كانتش يومها شتاء. المهم هو الجو عموما برد، وانا زي ما انتم شايفين مدفياهم. اهم حاجه الفراخ تبقى في التدفئه، وانا لا عندي ترمومتر يقيس ولا اي حاجه، وانا ايه بالبركه ربنا كده بعمل لهم. انا اول مره اجيب لهم العلاج ده، بس ما شاء الله الفراخ ديت وزنها حلو قوي قوي معايا، ماشيين معايا مظبوط بسم الله ما شاء الله، يعني فوق المثالي كمان. وزي ما انتم شايفين الفرخ بيشرب وبياكل وبيجري وبتتنطط، مفيش اي مشكله. ده كان الاستقبال بتاع الفراخ. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفادكم، وان شاء الله هحط لكم ايه كل 5 6 ايام كده، هحط لكم فيديو ايه اتابع معاكم الدوره ان شاء الله. ما تنسونوش بلايك واشتراك.